الجمال والحلاوة والممبار الجاهز على التحمير. ألف هنا وشفا. النهاردة مش هقول لكم أنا بقدمه إزاي، وزي كل مرة أقول لكم جاهز على التحمير ومحمر وفي ممبار محشي فقط. لا، أنا النهاردة عايزة أقول بس كده لمعلومة لبعض من العملاء اللي بيروحوا يشتروا الممبار بنفسهم عشان هم يعملوه بنفسهم، لأن في ناس بصراحة بتحط نفسها في مواقف بايخة. يعني ما ينفعش خالص انك تدخلي تعملي مشاكل مع الجزارين ومع الناس دي وتقولي لا ده مش كيلو. لا، اللي متعارف عليه الناس اللي بتاكل ممبار منذ زمن القديم عارفين ان الممبار قبل التنظيف وزنه غير بعد التنظيف. ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ ايوه، يعني كيلو الممبار بعد التنظيف بيبقى 600 جرام، ده لو متنضف صح وفعلا الراجل عنده ضمير ومظبطهولك، وفعلا هتاخديه مش محتاجة تعملي فيه أي حاجة. فيا جماعة رفقا بأصحاب المحلات والجزارين، انتوا بتدخلوا تعملوا مشاكل وتتكلموا مع الراجل على ان هو حرامي ومفتري وجشع، وفي الحقيقة انتوا اللي مش فاهمين. هو الراجل لا جشع ولا حرامي ولا أي حاجة، الحقيقة ان حضرتك اللي مش فاهمة، حضرتك اللي مش عارفة ان الممبار قبل التنظيف غير بعد التنظيف، وده سعر وده سعر. فلازم انتي تبقي فاهمة حاجة زي كده حبيبتي. فبلاش ندخل بقى نعمل مشاكل مع الناس. وكلمة تاني برضو لبعض آخر من العملاء، الممبار مش شوية ممبار وشوية رز يا فندم، ده أكلة الناس بتتهد فيها. لو حضرتك مش عارف تعبها ممكن تجرب تعبها مرة وتقف تعمله، بس تعمله بنظافة كده وبخلطة حلوة زي اللي احنا بنعملها، وانت هتعرف بنتعب فيه قد ايه.